اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. احنا النهارده بقى الصبح قبل الفجر، ما مش الصبح يعني، قبل الفجر ما يأذن، متعودين ان احنا نطبخ قبل الفجر ما يأذن عشان نروح نصلي في الجامع ونيجي نفطر، نصلي صلاة العيد والفجر ونيجي نفطر. فكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي بمناسبة العيد، وربنا يا رب يكرمكم كده ويكرمنا جميعا، تجعلها أيام سعيدة علينا كلنا يا رب، وربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم. حطوا لي لايكات كتير بالله عليكم عشان الفيديو ده حلو وهيعجبكم إن شاء الله، وكلنا نخش لبعضنا كده وربنا يكرمنا جميعا يا رب ويحقق لنا كل ما نتمنى. النهاردة بقى جبنا لحمة طبعا بلدي، عشان نعمل طبعا ايه شوية اكل معاكم كده. طبعا مش هعمل سفرة ولا حاجة، انا هطبخ معاكم بس علشان قدامنا شغل كتير. ماشي يا حبايبي. فالمهم انا حطيت حتة سمنة وحتة زبدة وقمت نازلة على اللحمة كده، انا عايزة اللحمة تتحمر عشان هعمل بها معمر. ماشي يا حبايبي، رز معمر. لازم اشوحها جامد كده زي ما انتوا شايفين، واديها تحميرة حلوة علشان تبقى طالعة من الرز كده متحمرة وحلو، بتدي لون حلو زي ما. لكن لما بتحطيها مسلوقة كده ما يعني بتبقى حلوة برضو، بس ما بيبقاش لها طعم زي ايه ما تطلع كده على الرز متحمرة كده. وهنزل بس بكوبايه ميه واسيبها تطيب كده، وايه واحط السكينه فيها او معلقه ولا حاجه اختبرها عشان تبقى ايه في الرز زي الزبده كده وسايحه كده وحلو. هنا بقى غسلت الرز زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عبار الرز ما بيبقاش كتير يا جماعه علشان الرز معاكي يستوي واللحمه كمان بتشرب ميه، يعني ايه يبقى معاك الرز مفلفل وعباره حلو، ما يكونش مزنوق عشان اللحمه تطيب وتبقى ايه مستويه كده كويس. بنزل بقى بشويه من الفلفل مش اكتر من كده، وحتتين تلاتة زبده كده او سمنه سايحه، وتحطيها طبعا عشان يبقى معاكي حلو. بس ما تحطيش بقى قشطه وحاجات من دي عشان بيبقى تقيل، بتبقى تقيله على المعده في اللحمه وانت طالعه من صيام. كل الكلام ده حبايبي انا بقول لكم بس عشان ايه برضو تستفادوا، علشان ما تبقاش يعني ايه الحاجه تقيله على المعده، بيبقى الواحد طالع من الصيام ومعدته لسه ايه، يعني التقل عليها يعني ايه ما بيبقاش حلو. هنزل بقى باللحمه كده، اللحمه استوت بقى، فاضل لها يعني ايه ربع سوا، مش نص سوا، ربع سوا. لازم اللحمه تكون مستويه علشان تبقى معاكي ايه طريه وحلوه كده على اسنانك، تبقى حلوه مستويه. لان الرز طبعا انتوا عارفين ان هو بياخدش ايه وقت في الفرن. طبعا انا بغلي اللبن واحط اللبن سخن وادخله الفرن ياخد وش ويبقى ايه، لان أنا طبعا ما عنديش ايه الفرن ما بيولعش من فوق ومن تحت، فرن بس بيولع من فوق لوحده وتحت لوحده. فالمهم انا بقى بستأثر كده واحطه ايه في الفرن من فوق ياخد وش، واطلعه على البوتاجاز يتلدن كده براحته بس بعد ما بيشرب اللبن. ونزلت بمعلقه من الملح كده. هنا بقى هعمل لحمه كمان مسلوقه، عشان يعني اللي عايز، اللي ممكن العيال بتطلب فتة، بتطلب مثلا كباب مسلوق بسلقه في شوربة كده. لكن طبعا انا مش هعمل معاكم اكتر من كده النهاردة. ماشي يا حبايبي، يعني مش هعرض بقى على السفرة او على الترابيزة او على الطبلية، مش هعرض حاجة النهاردة. فنزلت ببصلاية كده وطماطمية الاول كده، وبعدين بصلاية وشوية من الورق اللوري وشوية حبهان، فصين 3 حبهان كده، وشويه من الفلفل الاسود واشوحها تشويحه بسيطه كده، وانزل برضه بميه عليها سخنه علشان ممكن اللحمه تكون كبيره مني، ولما بحط لها الميه بتسقع اللحمه بتشد معايا. لكن لما بتحطيها مغليه بتستوي على طول. ولو لقيت اللحمه كبيره معاكي حط ميه، حط شويه معلقه نص معلقه سكر، ما بتبانش فيها ولا بتعمل اي حاجه. هنا طبعا الرز خد وش في الفرن اهوت وطلعته من الفرن، واللحمه ايه بدأت تستوي. طبعا الرز معانا جميل، انا اختبرته وشفته اهوت. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين اللحمه طالعه دايبه وحمرا خالص، هي سخنه مولعه مش عارفه امسكها اقطعها لكم. بصوا والله زبده. وكان الاكل بصراحه الرز كان تحفه 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 بجد، كان فظيع. طبعا بالهنا والشفا كده قمنا فطرنا، بعد ما صلينا وجينا قمنا فطرنا. حطوا لايكات كتير بقى، بقول لكم حطوا لايكات كتير بايديكم الاتنين. عملت صينيه كمان بالحبه اللحمه اللي كانوا فاضلين قدامكم. ماشي يا حبايبي، قسمتهم على الصينيتين كده. ماشي عشان احنا ما شاء الله يعني عيلة حلوة، ربنا يبارك فيهم يا رب. وهنا اللحمة بتاعتنا استوت خالص اهيت. بصوا راحت ايه، بسم الله ما شاء الله. لو الشوربة رايقة وجميلة ازاي، الله الله، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى بغرف الاكل اهو زي ما انتم شايفين، يعني بغرف الشوربة كده وهغرف معاكم الاكل اهوت، بس اوريكم بس ان الشوربة بصوا رايقة وتحفة جميلة جدا. ماشي يا حبايبي، واطلع بقى شوية من اللحمة دي برضو احطهم برضو ايه على الصينية كده، اللي عايز ياكل لحمة مسلوقة من غير تحمير ياكل. ماشي يا حبايبي اهو،
تشيلي طبعا الورق اللوري من عليها، الحبهان كده، تشيلي الحاجات دي. ماشي يا حبايبي، انا بدوق الشوربه بشوف عايزه ملح ولا لا، لقيتها مظبوطه. الملح طبعا حطيته بعد اللحمه مستوت. شوفوا الرز بتاعنا مفلفل ومفرفر وتحفه، وكان فظيع اقسم بالله العظيم، كان حلو قوي قوي قوي. يعني بسم الله ما شاء الله، العيال فضلت تاكل وتقول تسلم ايدك يا ماما، حتى العيال الصغيره. اللحمه عايزه امسكها لكم واوريكم انها، بصوا، مزبده طيبه وجميله جميله جميله. بسم الله ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. الله الله، انا كنت شامه ريحه الرز بس، يعني ايه، بص لوحدها تفتح النفس، بجد والله تفتح النفس. هنا بقى كنا رحنا نصلي، اوريكم برضو اجواء العيد عندنا، دول عيالي واولادهم وكده زي ما انتم شايفين كده. آه كنا صلينا بقى وطلعنا من الصلاه، بنسلم على اصحابه ويسلم على حبايبه كده يعني، وماسك ابنه اهوت، ربنا يخليه له يا رب ويبارك له فيه. ابو سما، ابو سما ومالك، انتوا عارفين سما ومالك. ده محمد، ربنا يخليه له يا رب، جايبه السنه دي، ربنا يخليه له ويخلي لهم ابوهم يا رب. حبيت اوريكم اللقطه دي بقى، ربنا يستر وما يزعقليش عليها. مش بيحبوا يطلع على اليوتيوب خالص، بس مش مشكله، ابو سما يعني هتقبل كل حاجه. وده هشام العريس اللي انا كنت عامله لكم الفيديوهات. وهنا بقى كان، بصوا بقى السفره الايه، الحلويات. يا رب تعجبكم وتحطوا لايكات كتير لو كنت وصلتوا للفيديو لغايه هنا. بصوا بقى، عامله كنافه بالقشطه، وعامله كنافه بالكريم شانتيه اللي هي قراطيس ديت، وعامله قطايف بالقشطه، وقطايف محشيه مكسرات، وعامله ايه جيلي وسوداني بقى وحاجه ساقعه. وسما هي نزلت بقى لبست ولقتني بصور، جدها بيشدها بيقول لها يلا عشان نمشي، وفاكهة طبعا وجيلي وحاجات زي ما انتم شايفين كده. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهاردة، وحطوا لايكات بقى للفيديو الحلو ده. والغريبة بقى اللي كنت معاها عاملاها معاكم على القناة، بصوا اهي، جميلة تحفة تحفة بصراحة، وناجحة جدا وجميلة. وزي ما انتم شايفين كده السفرة بتاعتنا والعيد بتاعنا لسه هنعمل لكم برضو واحنا بنفسح العيال فيديو جديد ان شاء الله. والترمس بقى حط عليه شطة وليمون. ودي بقى الفاكهة بتاعت العيد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. الكنافة دي فظيعة فظيعة، والله كانت جميلة خطيرة. بصوا، الله، بصوا بقى بالقشطة كده، والخرطة طالعة، الخرطة بخرطتها بقى، والعسل بتاعها كتير. طب الصوت